فوك نفخ ويداك أوكتا، يعني انت اللي عامل المعجون. سادس جزء من اللي اوله شرط الجيبسون بورد. طبعا ليه اشكال كتير جدا بس مش موضوعنا دلوقتي. قبل ما تسأل السعر لازم تقول له بتقيس ازاي، لان كل واحد في مصر بيقيس بطريقة. فرضا انت رايح تشتري برتقال، في واحد بيبيع الكيلو ب 30 جنيه وواحد بيبيع لك الواحدة ب 4 جنيه. مين ارخص؟ طب نعمل ايه؟ قبل ما نشتغل وقبل ما ندفع جنيه هنجيب المقاول بتاع الجيبسون بورد وهقول له انا هعمل هنا كذا وهعمل هنا كذا وهعمل هنا كذا دول يعملوا معاك كام متر، وبعد كده الكام متر اللي هيلاقوهم لك دول اضربهم بقى ان هو بيعمل المتر بكام جنيه. ولو عايز تريح دماغك اسمع مني الكام نقطة دول. سيب الفيديو واعمل لايك او هات ورقة وقلم واكتب ورايا. لازم في الاول تبقى محدد انت هتعمل ايه وتكون رسمه وحافظه وما تعدلش فيه، وهتجيب مقاول الجيبسون بورد، انا عارف ان الموضوع ده هيزعل ناس كتير، وتقول له المصنعيه بكام. ايوه المصنعيه بكام، يعني من غير خامات. هيتفق معاك على المصنعيه بكذا والمعجون بكذا. قول له لا مش عايز معجون، هقول لك ليه في الاخر. فهتقول له بعد اذنك اديني الطلبات بتاعتك، الخامات يعني. ويا اما هيقول لك في مورد فلاني خد رقم تليفون اهو، او لو حضرتك دخلت على جوجل وكتبت خامات جيبسون بورد هتلاقي فيه ارقام تليفونات مخازن كتير جدا. سعر البضاعه بتاعتك من مخزن واثنين وثلاثه، ويبقى انت اللي بايدك بتختار هتجيب جبس نوعه تركي مصري سعودي وات ايفر زي ما انت عايز، او هتجيب صاج 3.5، هتجيب صاج 4، هتجيب صاج 6 زي ما انت عايز. عايز توفر في الخامات فالتوفير يبقى ليك، عايز تزود في الخامات فليك برضه، وتجيب له الخامات وهو يشتغل برضه يبقى قايل لنا من الاول هيتحاسب على كام متر ونحاسبه على مصنعيته. طب والمعجون عملت سيف للفيديو ولا لا؟ هتجيب النقاش يستلم منه الشغل، والنقاش الشاطر هو اللي بيعمل معجونة الجيبسون بورد، طبعا بحساب منفصل. بدل ما مقاول الجيبسون بورد يجيب واحد بتاع معجون والنقاش ما يعجبوش الشغل. طب ليه؟ النقاش الشاطر المحترف بتاعنا هنحاسبه على معجون الجيبسون بورد وهو يفنش شغله، عشان لما يجي يسلم وقال لك انا عندي مشاكل في الجيبسون بورد ترد عليه وتقول له المثل العربي فوك نفخ ويداك أوكتا، يعني انت اللي عامل المعجون. واللي اوله شرط اخره نور. سلام عليكم.